السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم نحاول في هذا الفيديو ان شاء الله انني نعطيكم مجموعه ديال الاسئله اللي كتطرح في في الامتحان الشفوي بالنسبه يعني المعاهد ديال اي اف بي اس، بالنسبه مساعد في العلاج يعني لي زيد سواليون، وكذلك يعني لي تكنيسيان امبيلونسي او النقل في الاسعاف الصحي. دونك اول حاجه ما نطولش عليكم غادي ندوز الاسئله الشفويه اللي غالبا انها كتحط واللي من خلالها غتحاول انت كمترشح في الاختبار الشفوي انك تحاول تبريباري هذه الاسئله وتجاوب انطلاقا من قناعتك الشخصيه وانطلاقا من جواب ديالك. دونك اول سؤال هو كيقولوا لك هو عرف نفسك، يعني غادي تبريزونتي راسك. فالتعريف ديال راسك خصك تبريباري حاليا وانك دير واحد التقديم عليك انت، شكون انت او انت يعني الا بغيتي تقدم راسك. دونك هذا السؤال الاول. السؤال الثاني هو علاش اختاريتي هاد الشعبه؟ هذا السؤال غيكون موجه لك وغيكون ديما بالنسبه لي زيد سوانيون ولا كذلك لي تكنيسيان امبيلونسي. علاش اختاريتي هاد الشعبه؟ وغنفتح واحد القوس هنايا، هو انه بزاف ديال الناس كيقول لك تيبقاو يعني يهضروا بواحد الطريقه اللي كتكون شويه نمطيه. اختاريت هاد الدومين لانني كنبغي داكور، الا كنتي كتبغي غتبان عليك من التصرفات ديالك، من الميميك ديالك، الملامح ديالك، من الصوت، يعني الصوت ديالك الى غير ذلك. ولكن واحد نسبه كبيره غتكون اختارت الدومين على اساس انها باغا تخدم، على اساس انها باغا بالدارجه ديالنا تصوفي راسها الى غير ذلك. دونك كون صريح مع راسك، الا ما كانش يعني انك داير عن حب قول الصراحه باش تكون واقعي اكثر، والواقعيه اكثر تكون عندك اكثر في الحظوظ باش انك تقبل. دونك هنا نتمنى ان الميساج يكون وصل في هذا السؤال. السؤال الثالث وهو تعريف مساعد في العلاج او مسعف. كذلك غيسولك اشنو هو يعني اشنو هي اد سواليون، اشنو هو مساعد في العلاج، اشنو هو كتعريف. دونك انت قبل وجد التعريف. كذلك غيسولك اشنو هو التعريف ديال التقني امبيلونسي، يعني التقني في الاسعاف اشنو هو. سير بحث قلب ودير جواب ديالك انت، يكون من الصنع ديالك انت او انت. صافي. ندوزو سؤال اخر. ما هي مهام مساعد في العلاج او مسعف؟ ما يمكنش انك تكون جاي دوز الشفوي وانت ما عارفش اشنو هما لي طاش، اشنو هما المهام اللي تيقوم بهم هاد لي سوانيون. سير قرا عليها، كاين بزاف ديال المهام. ما كنقولش لك حفظ هادشي، ماشي تحفظ لا، ولكن حاول تقرا ودير واحد التلخيص بطريقتك انت باش تعرف تشرح بطريقتك. استطعت انني نقول لك شنو هما المهام، ولكن ما بغيتكش تحفظ، ما تكونش نمطي، لا خليك عفوي، خليك يعني سبونطاني في الاجوبه ديالك باش تكون اكثر انك مقبول من طرف اللجنه. صافي. كذلك سؤال اخر غيدوزو معاك ما هو شخصي، غيقول لك شنو هما الهوايات ديالك، يعني اشنو هما الهوايات ديالك باش يشوفوا واش هاد الهوايات يعني قريبه انها هذه المهنه هذه، واش انك اجتماعي. كذلك الهوايات ديالك اشنو هما النوع يعني الهوايات او الرياضات مثلا اللي كتقوم بها. مثلا بالنسبه للدراري واش بين الرياضات اللي تكون عندها اكثر هو مثلا كره القدم، يعني الرياضات اللي تكون جماعيه. علاش؟ لان الرياضات اللي تيكونوا جماعيين كتعني بان الشخص اجتماعي، وهاد المهن هادو هما مهن اجتماعيه انسانيه، يعني خص تكون قريب الناس، قريب المريض، قريب لعائلته، قريب للمحيط. كذلك لا كومينيكاسيون، التواصل. لان الرياضات الجماعيه هادو الحوايج اللي او الهوايات اللي كيخليو الناس يكون هاد المهارات. دونك هذه بين قوسين. كذلك ما هي نقاط الضعف ديالك وقوه ديالك؟ اشنو هما النقاط ديال الضعف ديالك والنقاط ديال القوه ديالك؟ ونعطيكم واحد الجواب اللي تقدر تقولوا وتقول ليه مثلا نقاط القوه ديالي هما نقاط الضعف ديالي، ونقاط الضعف ديالي هما نقاط القوه ديالي. غيقول لك كيفاش؟ غتقول ليه انا مثلا النقطه ديال القوه ديالي هي انني يعني نقطه الضعف مثلا هي انني كنحشم، ولكن نقطه القوه فيها هو انني كنحاول انني نتعلم مهارات باش نطور هاد القضيه ديال ما نبقاش نحشم. يعني هنا هذا جواب دبلوماسي وجواب تقني اكثر. واللي بغى انه ما يبقاش كما يقولوا ما يتفلسفش يقول نقاط القوه ديالو. حنا كلنا عندنا العيوب وكلنا عندنا امتيازات، ما كاينش شي واحد ما عندوش شي حاجه كيمتاز بها، وما كاينش شي واحد ما عندوش العيوب. دونك ديما كنصحكم في الشفوي او الاختبار الشفوي هو انك تكون عفوي وتكون سبونطاني، كون اكيد انك غيكون عندك حظوظ اكثر واكثر.
ندوز السؤال الاخر، واش كتعاني من شي مرض او مشكل؟ هنا ما تخبيش، كون واقعي، الا عندك شي حاجه قولها، لانه بطبيعه الحال غدوز من اختبارات وغدوز من كذا، قول باش تصرح، باش تكون يعني الامور دوز مزيان. علاش اختاريتي، يعني علاش اختاريتي هذا الدومين؟ هنا غنجاوبوا على السؤال اللي قلت لكم في الاول. اختاريته على اساس الا كنت يا اخي او اختي انك كتحب هذا الدومين قولها وغتبان عليك. ما كنتيش كتبغيه ماشي كتبغيش، ولكن الظروف اللي خلاتك. علاش هي الظروف اللي خلاتك؟ بغيت نخدم، بغيت تكون عندي استقلاليه ماديه، بغيت ندبر على راسي، بغيت نخرج من لا زون كونفور، بغيت كون واقع وكون صريح. اعتبر هذيك اللجنه بانها من المقربين لك وكل الصراحه. السؤال الاخر، علاش خرجتي من القرايه؟ يعني هنا كنهضروا على علاش خرجتي من القرايه. هذا سؤال مهم انه يتقال، لانه هنا شنو كيبغيو يعرفوا؟ هنا كيبغيو يعرفوا السبب علاش خرجتي من القرايه، لان بزاف الناس اللي دافعين لهذه المعاهد، وكيف ما شفتوا في لي سيليكسيون اغلبيه هزوا الناس اللي خارجين فقط من الكاتريام، ماشي اللي مثلا اغلبيه اللي عندهم الباك ولا عندهم اجازه ولا عندهم. علاش؟ لان باغين واحد الفئه معينه هي اللي تقبل في هذا الامتحان. صافي، دوك علاش خرجتي هنا؟ باش يكون هنا مثلا واحد الشخص خرج قال لهم خرجت لي ظروف ماديه وكذا وكذا، ولكن فاش كيسولوا علاش بغيتي، علاش كتبغي هذا الدومين، علاش شنو هذا الدومين، تيقول لهم كنبغيه من الصغر وانا كنحلم به. كاين تناقض. لا، دوك بغيت باش نصوفي راسي كتجي موافقه مع انه بغيت نخدم. السؤال الاخر، واش غتكمل القرايه من بعد؟ هنا من الاحسن الناس انهم يقولوا الحقيقه. واش غتكمل القرايه من بعد؟ نحل واحد القوس، من الاحسن نقول ما باغيش نكمل القرايه. علاش؟ باش تكون اكثر حظوظ في هذه البلاصه هذه، لانه غادي يتيقنوا بانك اكيد انك غتبقى في هذا لو بوست، وانك غادي تادي الخدمه ديالك. كذلك اش كدير في وقت الفراغ ديالك؟ هنا كيشوفوا وقت الفراغ اشنو كدير. هذا سؤال عادي من بين الاسئله، وهنا كل واحد غيجاوب بطريقته، غيجاوب انطلاقا من قناعته وبصراحه. السؤال واحد اخر، واش تقدر دير جميع المهام ديال هذا الدومين؟ واش تقدر ديرهم؟ هذا سؤال تا هو، وحاول انك تريح مع راسك وتسول راسك واش انا هاد المهام، سير قرا على المهام وقول واش هاد المهام نقدر نديرهم. داكو؟ لان مثلا قلتي انني كنبغي ندير هاد كاع المهام، غيجي يقول لك مهمه المهام هو انه مثلا تغسل المريض ولا غير ذلك. في الميميك ديالك تقدر تشوكا، وانت قلتي لهم نعم نقدر ندير كل شيء. داكو؟ هنا فين لي بياج. سؤال اخر وهو اش غديري لو وقع لك مشكل في السبيطار؟ مثلا شي مشكل، الجميع هنا غتسولوا واش مشكل اداري، واش مشكل اجتماعي، اش من نوع ديال المشاكل، وكذلك كل مشكل راه عنده طريقه باش انه يتحل. كذلك غتسول كيفاش غتصرف الا خبرك المريض بالسر ما. هنا كندخلوا السر المهني. هنا في هذا السؤال كيسولوك وكيشوفوك واش عندك المهاره ديال السر المهني، يعني واش تقدر انك تخزن الاسرار المهنيه او ما يسمى بليتيك بروفيسيونيل او الاخلاق المهنيه. كذلك الا خرجت لك خدمه بلاصه بعيده واش تقدر؟ هنا في الصراحه. مثلا قلتي لهم في الاجوبه ديجا، مثلا قلتي لهم انا قادر انني نخدم وانني باغي نخدم باش نصوفي راسي وباش نكون هنا، كتبين بانك راك قادر. يعني هنا غيكون توافق مع هذا السؤال هذا. بين قوسين حاول انك تجاوب نعم انني بغيت، ما عنديش مشكل في اي بلاصه. كذلك هل انت مستعد للعمل في هذه المهنه؟ واش انت مستعد انك تخدم في هذه المهنه؟ اكيد غيكون الجواب ديالك نعم، لانه بحكم انك دفعتي ودوزتي هذه الاختبارات كامله، لا سيليكسيون ولا اختبار كتابي، وانك وصلتي حتى لمرحله الشفوي، الا انك باغي انك تخدم في هذه المهنه. امتى؟ بعض الاسئله اللي كيتحطوا كذلك، امتى تاسست وزاره الصحه؟ دونك قلب المعلومات. كذلك شكون واش غتصور المريض؟ هذه حتى هي تدخل في اخلاقيات المهنه. هنا كيشوفوا وجهه النظر ديالك. وكذلك سؤال اخر، اشنو هو اسم ديال الوزير الحالي اللي كاين؟ خص تكون، ما يمكنش انك بغيتي تدخل لواحد الوزاره وما عارفش السميه ديال الوزير الحالي. كذلك عاد باش كيدخلوا معاك بعض الاسئله ديال الثقافه عامه. هنا تتبقى
انت كما تيقولوا انت والنيفو ديالك انت وثقافتك انت وهذا، وتقدروا ما يدخلوش معاك، يدخلوا معاك في نقاشات اخرى. لان انا عطيتكم اسئله اللي هي عامه واللي هي كتحط، يعني غتحط منها بزاف الاسئله غيتحطوا منهم. دونك هذا الشيء اللي كاين بالنسبه لهذا الفيديو هذا. ما تنساوش انكم ديروا ابوني للقناه، واي واحد عنده اي سؤال يكتب لي يعني التعليق، وغادي نجاوب على جميع الاسئله. سلام.